السلام عليكم متابعيني الحلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. اليوم نزلنا وياكم طريقة عمل لحمة بعجين للعشاء بطريقة جدا سهلة. هسه خلينا نبدي بالمقادير. قبل لا نذكر المقادير نذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. انا خليت كوب ونص من المي، يعني قلاص ونص من المي، مو تخلونه كلش حار ولا بارد، يعني فاتر يطلع على شوية برودة لان هي ما تحتاج تختمر. ضفت هسه نص معلقة من الملح، يعني شفتوها اني نص خليت من الملح، يظل الملح يعني هو حسب الرغبة. عندي هذا كيلو طحين الصفر، انا يعني مشتريته ثلاث مخليته بهذه الحافظة. راح يعني بدون ما اقيس انا اعرف ايش قد راح اسوي. انا هو هذا كيلو راح اسوي نص من عده، نص كيلو. وظل يعني هم حسب عائلتكم تسوون الكيلو كله نص ربع. فاول شي احنا النخلة، لان بيشي خاف بيشي، لو هذه افضل شي احنا النخلة. هسه شفتوا هذا بقى نص، يعني اني سويت نص كيلو. هذا الفلة يختلف عن الباكيتات اللي نشتريها، يعني تجيش كمية اكثر اللي تشترين الفلة. وضفت نص معلقة من البيكنج باودر. هذه بعد ما نضيف لا زيت لا زبد لا فشي لا بيض، ما يحتاج، هي يعني بس الملح والبيكنج باودر والطحين. طبعا هو اللي يسوونه بالافران حتى ما يضيفوا له بيكنج باودر، يعني تختلف الطريقة مالته. بس احنا هذه طريقة البيت، نضيف له شوية بيكنج باودر حتى شوية العجينة تصير عندنا شوية يعني هشة مو متيبس. انا عجنتها وخليتها هسه على الطاولة، لان هي احنا ما ضايفين لها زيت، شوية تلزق بايدينا، فاحنا نخلي لها طحين. يعني تعجنين بيها بهالطريقة هذه، عجنيها كل زين. يعني حاولي تخلينها او بالمعجان الاكبر وتعجنينها كل زين. كملتها عجن تقريبا اخذت من عندي 10 دقائق. وهسه راح نبدي نقطعها، او نسويها كورات او نسويها شنق، انتم اللي يعني تسمونه. راح نسويها بهذه القطاعة، انا سويتهن يعني هذا النص الكيلو صار عندي 12. ونسوي هالحجم هذا، يعني اذا تحبون تسوونها يعني اكبر تقدرين تكبرينها، تردينها اصغر تردينها هالحجم هذا اللي يعني هم راجع لكم. كملناها راح اخليها بهالطريقة هذه ترتاح العجينة، هي ما تختمر بس ترتاح عندنا العجينة على ما نسوي الحشوة. عندي هذا الكرفس، نص باقة من الكرفس، حبتين من البصل، 2 من الطماطة، 1 من الفلفل. وعندي فلفل الحار، هذا يعني حسب الرغبة، مو شرط اللي تضيفونه، احنا نحب الفلفل الحار، فانا شلت عنه البذور وهم راح اخليه. 2 فلفل و3 حبات يعني سنين او 3 من الثوم. اول شي ثرمت الفلفل. هذا فلفل بارد، انا احب يعني اسوي بايدي احلى ما تسوينه بالمحضرة الطعام، يصير يعني شلون اللي ينمرد، يصير كله مي، يعني لازم تصفينه. هاي يعني ما تحسين يعني ينثرم زايد، بس تثرمينه بيدك احسن. ثرمت البصل، عندي قلت لكم هذا الفلفل يظل حسب الرغبة، بس انا وخرت يعني البذور الحب مالته لان هو كلش حار. وثرمت وياه الثوم. الثوم كلش طيب يعني وصحي، كل اكلات احنا نضيفه. وهسه ثرمنا الطماطة، هم 2 من الطماطة. يعني قلت لكم اني افضل شيء هي شويه طبعا ياخذ من عندكم وقت، بس افضل شيء الثرمينه بايدك احسن من محضرات الطعام. عندي هذا نص باقة الكرفس هم ثرمناها. هذه كملت عندنا الخضروات. راح نضيف هسه، عندي هذا ربع لحم ثارمة وياه ليا، يعني شوية دسومة طيب. هسه ضفت الملح يظل هم حسب رغبتكم، والكركم، وعندي هاي البهارات المشكلة والبابريكا. وراح اضيفن المعجون. ضفت 2 من المعجون. وراح نضيف اذا تحبون تضيفون يعني تضيفون دبس الرمان او تضيفون له كاتشب. انا هالمرة يعني ما ضفت لا دبس رمان لا كاتشب، بس هي هذه المواد اللي ضفناها قدامكم. وطت يعني طعم كلش طيب. وظل باقي التوابل حسب اللي متوفر عندكم وانتم اللي تحبون نكهاته تضيفونه، يعني هي خضروات كل شيء نضيف لها. هسه قلت لكم ارتاحت عندي العجينة بدون ما تختمر، بس شوية ارتاحت لان هذا العجين طحين الصفر يصير قوي. وخلينا طحين على الطاولة وسويناها بالشيبك. اذا ما متوفر عندكم الشيبك تقدرون يعني تسوونها تخبزونها بايديكم.
بس شوية الشابق يخففها، يعني يسويها قياس واحد. اني سويتها طبعا بهالشكل هذا اول بداية، بس هذا غلط من عندي، يعني شوية ما تصير عندكم بسهولة تخلينها تبدين تشوينها بالفرن، او تشوينها تخلينها بالطاوة على الطباخ، او عندش تنور تسوينها بهالشكل هذا، شوية تصعب عليش تخلينها. راح انا اسوي طبعا اول وحده سويتها بهالشكل هذا، وهي صارت مو ما صارت، بس شويه يعني ما نزلت عندي بسهوله. هذا عندي انا هسه التنور على الكهرباء وحامي، راح نخليها. شوفوا يعني قوة نزلتها، ما نزلت عندي بسهولة. هي ما عليها يعني، بس شوية قلت لكم هذه الشغلة شوية أصعب. راح أسوي بطريقة ثانية أسهل. هسه راح نتركها تقريبا 6 إلى 7 دقائق وتستوي عندنا. هسه استوت. راح أسوي هذه الثانية، هم نبدي نسويها بالشبك. عندي أنا هذا الأصغر أحسن من الأكبر. خلولها طحين. أنا الوجه اللي بيه طحين أخليه فوق الحشو، اللي ما بيه طحين أخليه يعني يصير هو الأسفل، حتى ما تظل بيها بعدين طحين. هسه شوفوا بهالطريقة هذه أفضل شي، هذه الطريقة وترتاحين من عدها، وتطلع يعني عندك هم يعني ما تقولين خاف تلتصق له فشي، لا تطلع عندك بسهولة. والعجينة هم يعني شلون اللي تستوي مسين منا. هذه أنا كلهن كملتن هذه الطريقة. هذه الطريقة أفضل من اللي تسوينها على كتر وتخلي لها حشو بعدين تنزلينها، هذه شوية يصير صعبة عليك. حتى لو تبين تسوينها بالطاوة على الطباخ هم نفس الطريقة، خبزيها وخليها بالطاوة يلا تضيفي لها الحشو. شوفوا أنا كملتهن كلهن هذه الطريقة، وطلعت عندي أحلى يعني أحسن مني اللي قلت لكم سويتها أول شي شوية صعبت علي. هسه راح أكملهن. هسه ذني كملناهن والحمد لله والشكر. قلت لكم أنا صار عندي 12، بس 2 طبعا وهن بعدهن حارات اشتموا الريحة مالتهن حلوة فأخذوهن من عندي. هسه بقن 10. شوفوا شكلها قد حلو وقد يعني العجينة مو يابسة. اكو يقولون احنا نسويها وتصير عندنا العجينة يابسة، شوفوا هالطريقة هذه نهائيا يعني ما صارت عندنا العجينة يابسة. وبقت من عندها لثاني يوم، طبعا اني فرزت من عندها خليتها لابني خذاها وياه للمدرسة. شوفوا ايش قد حلوة وطرية. عجينتها كلش حلوة، ان شاء الله تجربونها هذه الطريقة وتنجح عندكم. واذا اول مرة تزورون قناتي اتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وتحياتي لكل يتابعني، ونقول لكم سهمكم العافية ومع ألف سلامة.